الكارثة حصلت أثناء النزول من ممر ضيق معروف باسم الزجاجة. 11 متسلق ماتوا على ثاني أعلى قمة في العالم بعدما انهيار جليدي جرف بعض المتسلقين وخلى الباقيين محاصرين. كل متسلق يوصل لقمة كي 2 لازم يعدي جنب جثث في الطريق. احنا في 2 أغسطس 2008 على ارتفاع 27,000 قدم. كي 2 لسه قاتل 11 متسلق في يوم واحد بعد ما فريق تثبيت الحبال عمل غلطة قاتلة ما كانش المفروض تحصل. لو ده كان أي جبل تاني كانوا ممكن ينجوا، بس كي 2 عاقب غلطتهم فوراً بعاقبة مرعبة. الجثث 11 لسه موجودة فوق لحد النهاردة، لأنه لما تقرر تطلع على كي 2 بتكون معزول تماماً عن باقي العالم. الهليكوبترات ما تقدرش تطير فوق 20,000 قدم. لو ما نزلتش كي 2 حيبقى بيتك للأبد. بعض الجثث تلاقت محفوظة تماماً ومعاهم معداتهم وهدومهم سليمة، كأنه الزمن وقف ورفض يتحرك تاني. من أب عنده 45 سنة بيضحي بحياته علشان ابنه، لمتسلقين بيبصوا في عين قائدهم وبيقرروا مصيره. دي حكايات 23 متسلق الجبل اللي كي 2 خلاهم متجمدين فيه. أهلا بيك في الإكستريم. محمد علي سدبارة من باكستان بدأ حياته المهنية كحمال وهو في العشرينات من عمره. هو تسلق طريقه من شيل شنط الناس التانية بأقل من $12 في اليوم لحد ما بقى أشهر متسلق جبال في باكستان. بحلول سنة 2020 كان وصل لقمة 8 من أصل 14 جبل في العالم ارتفاعهم فوق 26,000 قدم، منهم لوتسي وماكالو المعروف بصعوبته الشديدة، وكمان قمة كيتو نفسها في صيف 2018. وبرغم كده ده ما أنقذوش من أنه يختفي على جبل كي 2 في 2021 في ظروف بصراحة شكلها فيلم رعب. جبل كي 2 عمره ما تسلق في الشتاء ولا حتى مرة واحدة على مدار أكثر من 70 سنة من المحاولات. كل قمة تانية على الأرض ارتفاعها 26,000 قدم اتسلقت في الشتاء في الآخر. جبل كي 2 بس هو اللي ما حصلش معاه كده. الجبل اللي ارتفاعه 28,251 قدم موجود في سلسلة جبال كاراكورام، وبيخلق طقس قاسي جدا لدرجة إن شتاه بيخلي جبل إيفرست يبان سهل. أنا بتكلم عن درجات حرارة أقل من -60 فهرنهايت، ورياح بتتعدى 120 ميل في الساعة، وفترات طقس مناسبة للوصول للقمة ضيقة جدا وصعبة. بالنسبة للمتسلقين المهووسين والعاشقين للتسلق، جبل كي 2 يعتبر زي الفاكهة المحرمة. أعظم المتسلقين في كل جيل حاولوا يوصلوا لقمة كي 2 في الشتاء، لكن اضطروا يرجعوا. لحد يوم 16 يناير 2021 فريق نيبالي قدر فعلا يعمل كده. هم حققوا أول صعود شتوي لقمة كي 2 في التاريخ. طبعا محمد كان محبط، لكن بطريقة ما كان متشجع برضه، لأن الباكستانيين بيعتبروا كي 2 جبلهم، وأول صعود شتوي باكستاني على إيد واحد من قرية قريبة من سكاردو. وابتدى حياته كحمال كان حيبقى ليه معنى كبير، معنى أكبر من أي شهادة صعود ممكن توصفه. لكن صعود النيباليين كان لحظة العالم بتاع التسلق، كان مستنيها من الثمانينات، ولو النيباليين قدروا يعملوها هو كمان أكيد يقدر. وليزود التحدي أكتر كان حيحاول من غير أكسجين إضافي، ففريق محمد وصل للجبل علشان يحاولوا بعدهم على طول. شركاؤه كانوا جون سوندوري عنده 47 سنة من آيسلندا، أول آيسلندي يتسلق قمة كي 2، وأخوان بابلو مور عنده 33 سنة من تشيلي، اللي كان أسرع واحد في التاريخ يتسلق إيفرست ولوتسي من غير أكسجين إضافي. وكان معاهم كمان ابن محمد ساجد اللي كان عنده 21 سنة. محاولة تسلق كي 2 في الشتاء زي ما الثلاثة كانوا بيعملوا معناها إن الجسم بيشتغل في ظروف بتخليه يقفل على نفسه. الجسم مش بيقدر يتأقلم مع الظروف دي. الجسم بيقدر يتحمل لفترة محدودة، بس قبل ما الأنظمة اللي بتخلي الإنسان عايش تبدأ تنهار. كل قرار على كي 2 هو قرار حياة أو موت. الفريق
زي فرق كتير تاني على الجبل في الليلة دي، سابوا المعسكر الثالث على ارتفاع 24,000 قدم بالليل يوم 4 فبراير. كانوا بيتسابقوا مع نافذة طقس ضيقة جدا، وبيكملوا في ظلام تام وبرودة شديدة. كانت التسلق ده بالفعل باين إنه هيكون صعب، ولما عدوا كام ساعة بس من التسلق ظهر كابوس حقيقي. في الضلمة دي كشافات راسهم لمحت حافة شق ضخم وشكله ملوش نهاية، وكان قاطع الطريق الوحيد اللي يطلعهم فوق الجبل، زي جرح مفتوح في الثلج. بالنسبة للمتسلقين التانيين اللي كانوا على الجبل الليلة دي، ده كان نهاية رحلتهم للقمة. بصوا للفراغ المظلم ده ورجعوا على طول. ما كانش يستاهل. محمد، جون، خوان وساجد الصغير اتخذوا قراراً مختلفاً، وأثناء ما الباقيين رجعوا لمكان آمن، الأربعة دول نطوا فوق الفجوة المرعبة. في اللحظة دي بقوا لوحدهم تماماً. فضلوا يطلعوا لحد ما وصلوا لمكان قريب من عنق الزجاجة على ارتفاع حوالي 27,000 قدم، وهناك منظم الأكسجين بتاع ساجد باظ ووقع من التعب. أبوه علي كان شايل أسطوانة احتياطية تحسباً لأي حاجة، لكن حتى دي ما نفعتش، لأن كمان قناع الأكسجين بتاع ساجد كان فيه عطل. كان واضح إنه مش قادر يكمل. فمحمد بص لابنه وقال له يرجع للمعسكر الثالث، يرتاح ويستنى، وبعدين لف وكمل الطلوع مع جون وإخوان. آخر مرة حد شافهم فيها وهم عايشين كانت فوق عنق الزجاجة تقريباً الساعة 10 الصبح يوم 5 فبراير. تحت في المعسكر الثالث ساجد استنى يوم كامل، وكان بيراقب المنحدرات يدور على أي علامة إنهم نازلين. كان ضعيف وعاصفة ثلجية كانت جاية، ففضل ينزل لحد معسكر القاعدة. أول ما وصل هناك بلغ على طول وبدأوا يجهزوا للمساعدة. هليكوبترات الجيش الباكستاني فتشت لحد ارتفاع 20,000 قدم خلال الأيام اللي بعدها. طيارة نفاثة من القوات الجوية فضلت تلف حوالين قمة الجبل. ما لقوش أي حاجة، وده واحد من الأسباب اللي بتخلي كي 2 خطر جدا. الهليكوبترات ما تقدرش تطلع فوق 20,000 قدم حتى في أحسن يوم جوه كويس. في 18 فبراير 2021 السلطات أعلنت رسمياً إن ال3 مفقودين، ومفترض إنهم ماتوا. عمليات الإنقاذ دلوقتي بقت منطقية بس عشان يرجعوا جثة. وبعد 4 شهور في 26 يوليو 2021 فريق شيربا كان بيضبط الحبال فوق المعسكر الرابع. لقى جثث محمد، جون وإخوان جنب الزنقة. محمد كان تقريباً على بعد 980 قدم من القمة، مربوط بحبل ثابت بجهاز نزول على شكل رقم 8، وجون كان فوقه على الخط. لما بتطلع جبل كي 2 بتستخدم مشبك ميكانيكي اسمه جومار. انت بس بتدلي لجهاز النزول على شكل رقم 8 لما تكون بتنزل بالحبل. لما لقينا محمد مجهز للنزول، ده معناه إنهم ما ماتوش من البرد وهم طالعين، دول كانوا نازلين. وبما إنهم كانوا على ارتفاع عالي في الجبل، ده بيدل بقوة إنهم فعلا عملوها. وصلوا للقمة وحققوا المستحيل وماتوا وهم راجعين، بس عمرنا ما حنقدر نعرف أكيد لأنهم كانوا متفرقين في منطقة الموت. محمد اتلقى على ارتفاع 984 قدما فوق عنق الزجاجة، وعلى بعد 328 قدما كمان كان جون سنوري متعلق في وتد مكسور. وأخوان بابلو مور كان في أوطى نقطة فيهم قريب من المكان اللي كان المفروض يكون فيه المعسكر الرابع، وكان متكور على نفسه زي طفل بيهز نفسه عشان ينام. يبدو إنه نزل قبل الباقيين ووقف يستناهم، وجمد من البرد ومات في العراء. ساجد طلع الجبل لحد أبوه، وبمساعدة فريقه نزل جثة أبوه المتجمدة بحرص لحد الثلج جنب المعسكر الرابع. وهناك واقف على حافة عمودية وتحت منه هوة كيت كلها. الابن أدى طقوس الجنازة الإسلامية ودفن أبوه أخيراً. وبعدين طلع لفوق عند جون ولقى اللي المحققين كانوا مستنيينه. كاميرا جو برو كانت مدفونة جوا هدوم جون. يا ترى هتوري القمة؟ هل هتثبت إن محمد عمل اللي طلع هناك عشانه؟ العالم كله حبس أنفاسه، لأنه لو الكاميرا دي فيها حتى ثواني قليلة من التصوير ممكن تعيد كتابة التاريخ.
ده كان حيثبت إنهم قدروا يتغلبوا على كيتو في عز الشتاء قبل ما الجبل ياخدهم. بس كيتو قاسي زي ما هو بارد. درجات الحرارة القاتلة في منطقة الموت قتلت بطارية الكاميرا الداخلية تماماً. فلما تم استخراج وتحليل كاميرا جو برو أخيراً، طلعت منها صورة واحدة بس تالفة، والتاريخ اللي ظهر كان تاريخ عشوائي من سنين فاتت. كانت عديمة الفائدة. الفيديو والحقيقة عن آخر ساعاتهم اتدمروا. يمكن عمرنا ما نعرف إذا كانوا وصلوا للقمة قبل ما يموتوا ولا لا. الجبل احتفظ بسره، في حين إن محمد وإخوان اتدفنوا في المعسكر الرابع على إيد ساجد. رحلة جون سنوري انتهت بشكل مختلف. عائلته جات من أيسلندا لباكستان في 2022 وشافوا محاولة الإنقاذ وهي بتفشل، لحد ما في الآخر اتصالحوا مع فكرة إنه جثته لسه موجودة هناك في المكان اللي ساجد لقاه فيه، مربوط بالحبل الثابت فوق الزنقة على ارتفاع 27,600 قدم. يمكن الكلام ده يبان غريب، بس محاولة استرجاع جثة من منطقة الموت غالباً بتكون خطيرة زي التسلق نفسه. على ارتفاع 27,600 قدم، والهواء هناك قليل جداً. جسم الإنسان المتجمد بيتحول لكتلة جليد صلبة وزنها أكثر من 200 رطل. نقل الوزن الميت ده على جدار شبه عمودي من الجليد اللي شبه الزجاج محتاج جيش صغير من المتسلقين، وكل واحد فيهم بيخاطر بحياته مع كل خطوة. إرث محمد لسه محفوظ وما تأثرش بالجليد. باكستان سمت جدران تسلق وحدائق ومعهد لرياضات المغامرة باسمه. بس كارثة شتاء 2021 ما كانتش أول مرة كي-2 يحاصر المتسلقين في أعلى قممه. عشان نفهم الرعب الحقيقي اللي ما ينتهيش لجبل الوحش، لازم نرجع ورا أكتر للموسم اللي ورى العالم لأول مرة الجبل ده يقدر يعمل إيه فعلاً. أغسطس 1986، أو زي ما بيسميه عالم التسلق الصيف الأسود. قبل السنة دي جبل كي-2 كان شاف عدد قليل نسبياً من القمم الناجحة وعدد أقل كمان من الكوارث الكبيرة. بس سنة 1986 كانت مختلفة. معسكر القاعدة كان ملياناً بحركة غير مسبوقة من بعثات جاية من كل أنحاء العالم. كان مزيج متقلب من غرور كبير وطموح شديد وفخر وطني. وفي وسط الجو المزدحم والتنافسي ده كان فيه 2 من متسلقي الجبال البريطانيين المميزين، وكل واحد فيهم بيدور على مكانه الخاص في التاريخ. الأول كان آلان روس، متسلق جبال بريطاني عنده 34 سنة، وكان بيحب يعيش على الحافة. كان دايما قلق وطموح، ودايما بيدور على أصعب طريق جديد. في الوقت اللي متسلقين تانيين كانوا بيستخدموا فرق كبيرة وحبال ثابتة وأكسجين معبأ عشان يتغلبوا على جبال الهيمالايا ببطء، آلان كان بيدعم تسلق الجبال على الطريقة الألبية. كان آلان بيروح لقمم ضخمة وخطيرة زي جانو أو نوبتسي مع شريك بس وحبل واحد وشنطة فيها أكل، وكان بيتسلقهم بأسرع ما يمكن من غير أكسجين ولا حبال ثابتة ولا دعم احتياطي. وده كان معناه إن نسمة هواء غلط أو زلة صغيرة ممكن تساوي الموت. هو كان بيعمل كده لأنه بالنسبة له التسلق ما كانش مجرد رياضة، لكن كان شغل عمره. الإحساس المحدد إنك بتتحرك في منطقة لو غلطت فيها هتموت كان بيخليه مركز جدا. وبحلول منتصف الثمانينات مفيش منطقة كانت بتدي الإحساس ده زي جبل كي-2. آلان كان حاول قبل كده مرة في 1983 وفشل. المرة دي مش هيرجع إيده فاضية تاني. خطة البعثة بتاعته في الأول كانت إنهم يهاجموا جبل كي-2 من خلال الحافة الشمالية الغربية اللي معروفة بصعوبتها الشديدة. بس جبل كي-2 دايماً عنده طريقة إنه يبوظ حتى أحسن الخطط. بعد أسابيع من مواجهة عواصف عنيفة وانهيارات جليدية وتعب شديد، الفريق الأصلي بتاعه اتفكك. معظمهم قرروا يلموا حاجتهم ويرجعوا على بلدهم، لكن آلان رفض يستسلم. قرر إنه يرجع تاني، وكانت حبيبته الحامل مستنياه في إنجلترا، وده غالباً كان آخر تسلق خطير ليه قبل ما يستقر. فبدافع من خليط خطير بين الطموح واليأس، أخذ قراراً مصيري.
ساب الطريق اللي كان ماشي عليه وانضم لبعثة جولي توريس اللي كانت مكونة من متسلقين من النمسا وبولندا. جولي اللي كانت عندها 47 سنة وعندها طفلين، كانت خبيرة في تشغيل الكاميرات وجاية من إنجلترا. هي كانت هنا علشان تكتب التاريخ بنفسها وتبقى أول ست بريطانية توصل لقمة K2. وده كان هدف جدي جدا، لأن في الوقت ده البريطانيين كان عندهم تاريخ مشرف لكنه غير مكتمل في تسلق جبال الهيمالايا. أيوه، إدموند هيلاري اشتهر إنه أوصل البعثة البريطانية لقمة إيفرست سنة 1953، لكن K2 وقتها عمره ما كان عليه متسلق بريطاني على قمته. ألان وجولي كانوا ناويين يغيروا ده. كانوا مخططين يتسلقوا K2 من خلال طريق أبروز القياسي. وفي الوقت ده البعثات اللي كانت منفصلة بقت فريق مرتجل من 7 أشخاص، كلهم بيحاولوا يوصلوا لنفس القمة من نفس الطريق. في أوائل أغسطس 7 متسلقين وصلوا مع بعض للمعسكر الرابع على ارتفاع 26,000 قدم، وده آخر مكان للراحة قبل القمة. في صباح يوم 4 أغسطس ألان من غير دليل أو شريك حاول يوصل للقمة. هو فتح الطريق لوحده وسط الثلج الكتير في أغلب الصعود، مع أن 2 متسلقين نمساويين لحقوه بعدين. وصلوا للقمة مع بعض حوالي الساعة 4 العصر. ألان غالباً خد دقيقة يستمتع بالتجربة، هو فعلاً عملها. كان أول إنجليزي يتسلق قمة K2. بس على الجبل الوحشي النصر مجرد وهم. الوصول للقمة هو اللحظة اللي بتكون فيها في أكتر خطر، لأن دلوقتي لازم تنزل تاني. ألان والباقيين بدأوا ينزلوا بسرعة. كانوا عارفين إنهم لازم ينزلوا بسرعة قبل ما الشمس تغيب، لكن على بعد حوالي 500 قدم تحت القمة شافوا إن في شخصين لسه بشكل غريب رغم إن الشمس بتغرب بيحاولوا يطلعوا لفوق. كانت جولي وكيرت ديونبرغر متسلق نمساوي. ألان والمتسلقين النمساويين حاولوا يقنعوهم يرجعوا، حذروهم إن الوقت تأخر جداً عشان يحاولوا يوصلوا للقمة بأمان. لكن جوليان وكيرت كانوا قريبين جداً ورفضوا يرجعوا في اللحظة دي. فألان والفريق كملوا نزولهم للمعسكر الرابع، بينما جوليان وكيرت كملوا طريقهم. وأخيراً وصلوا للقمة حوالي الساعة 7 مساءً. هم كمان دخلوا التاريخ، لكن في نفس الوقت وقعوا في فخ، لأنه لما بدأوا ينزلوا الظلمة والإرهاق ضربوهم زي القطر. وفي مكان عالي فوق الجبل وهم نازلين، جولي وقعت وانزلقت بسبب مكانها، وحقيقة إنها كانت مربوطة بكيرت. الحادثة سببت لها إصابة خطيرة، واضطرت هي وكيرت يعملوا حاجة ما كانوش يتخيلوها: يقضوا الليلة كلها في الثلج براً على ارتفاع أكثر من 27,000 قدم من غير خيمة. كان يا إما كده يا إما يكملوا النزول في الظلمة وهم تعبانين ومصابين. هم نجوا بمعجزة الليلة المتجمدة دي، وقدروا يترنحوا ينزلوا لمعسكر 4 الصبح اللي بعده، وهناك اتجمعوا مع ألان وباقي المتسلقين. وما كانش ممكن يجي في لحظة أبدر من كده، لأن أول ما كل المتسلقين اتجمعوا أخيراً جوا خيامهم النايلون الهشة، عاصفة ضخمة استمرت أيام ابتلعت معسكر 4 بالكامل. وفي حاجة لازم تعرفها عن المنحدرات العليا لجبل K2. على عكس جبل إيفرست اللي حواليه قمم تانية بتوفر له شوية حماية، جبل K2 موجود أبعد ناحية الشمال ومعزول بشكل خطير. فلما نظام الطقس يضرب المنحدرات العليا بيجيب معاه تلج ورياح قوية زي الأعاصير بتضرب أي حاجة أو أي حد بيتحرك. ولزيادة الأمر سوءاً لما منخفض جوي ضخم يصطدم بالجبل، ضغط الهواء بينخفض بشكل عنيف لدرجة إنه فعلاً بيقلل كمية الأكسجين المتاحة في الجو، وده بيخلي منطقة الموت أكثر اختناقاً. ولأن الجزء العلوي من جبل كيتو عبارة عن هرم منحدر وحاد، ما فيش أي هضاب واسعة أو مسطحة تقدر تقعد عليها بأمان لو حصلت عاصفة. المعسكر الرابع في الحقيقة ما هو إلا حافة جليد وتلج مائلة بشكل خطير، وموجودة على ارتفاع حوالي 26,000 قدم. معظم المتسلقين بيعتبروه مجرد محطة راحة سريعة للمبيت قبل ما ينزلوا لمكان آمن، لكن العاصفة دي حولته لسجن على ارتفاع عالي.
العاصفة استمرت لمدة 6 أيام. الرياح كانت بتتعدى 100 ميل في الساعة، والحرارة نزلت ل40 درجة فهرنهايت تحت الصفر. أنت بالفعل عارف إيه اللي بيحصل لجسم الإنسان في منطقة الموت؟ تخيل بقى إنك محبوس هناك ومش قادر تتحرك لأيام طويلة. جوا الخيام الوقت بقى كله شبه بعضه. الأكل خلص، والأسوأ من كده أن أنبوبة البوتاجاز خلصت. من غير غاز ما قدروش يدوبوا التلج علشان يشربوا مية. الجفاف الشديد حصل بسرعة، وده خلى تأثير نقص الأكسجين اللي كان مدمر أصلاً يبقى أسوأ. كانوا بيموتوا ببطء، محبوسين في أكياس النوم، بيسمعوا صوت الرياح وهي بتحاول تخلع خيامهم من على وش الجبل العمودي. كل اللي يقدروا يعملوه إنهم يستنوا. في ليلة 7 أغسطس الارتفاع الشديد أخذ أول ضحية ليه، جولي توليس. هي ما قدرتش تتعافى من الوقع، والأيام اللي قضتها من غير أكل، مية أو أكسجين كافي كانت تقيلة قوي على جسمها. هي توفت بهدوء في خيمتها جنب كيرت على طول، والعاصفة فضلت تهيج من غير رحمة. وبحلول صباح يوم 10 أغسطس ساد هدوء غريب الجبل أخيراً. العاصفة الضخمة انتهت أخيراً. دي كانت فرصة ضيقة وسريعة للهروب، والناجين كانوا عارفين إنه لو منزلشوا فوراً ولا واحد فيهم حيطلع عايش. يا دلوقتي عمره ما حيكون، لكن بالنسبة لألان الانفراجة دي في الجو جات متأخرة جداً. الأيام المؤلمة اللي قضاها محبوس من غير أكل ولا مياه ولا أكسجين استنزفت منه كل نقطة من قوته الأسطورية. كان واعي، بس كان بيتألم ألم شديد جداً، ما بقاش يقدر يقف وما بقاش يقدر يمشي. والمتسلقين اللي بكوا كان لازم ياخدوا قرار صعب جداً. تخيل نفسك جوه الخيمة في اللحظة دي بالضبط. انت بقالك أيام جعان وعطشان ومخنوق في منطقة الموت. جسمك حرفياً بيأكل عضلاته عشان بس أعضائك تفضل شغالة. بتفتح سحابة بالخيمة المتجمد، والتلج بيتكسر تحت صوابعك اللي متجمدة من البرد، وبتشوف السما صافية. النجاة مستنياك على بعد آلاف الأقدام تحت، بس عشان توصل لها لازم تبص لصاحبك، الراجل اللي فتح الطريق، الراجل اللي لسه عامل إنجاز تاريخي، الراجل اللي مراته حامل ومستنيك في البيت، وتقبل الحقيقة المرعبة إنه مش هيقدر ينزل معك. ودلوقتي تخيل إنك ألان روس كان صاحي وبيبص على المتسلقين اللي عانى معاهم، الناس اللي شاركهم حبل النجاة، وبيتفرج عليهم وهم بياخدوا قرار مصيره في صمت. هما ما كانش عندهم اختيار، وجواه كان عارف كده برضه. ما فيش أي جدال أو خطب درامية اتسجلت من الصبح ده، ما كانش فيه داعي. في واحدة من أكثر اللحظات المؤلمة في تاريخ تسلق الجبال، كيرت والباقيين قرروا ينقذوا نفسهم ويسيبوا ألان وراهم في خيمته مع جثة جولي. بس الهروب من الخيمة ما كانش معناه إنهم هربوا من كيتو، لأن الجبل ما كانش لسه خلص أخذ ثمنه. 5 متسلقين خرجوا من المعسكر الرابع الصبح ده في محاولة يائسة للبقاء على قيد الحياة. كيرت ديمبرغر، ويلي باور، و2 متسلقين نمساويين اسمهم ألفريد إيميتسر وهانس فيزر، ومتسلقة بولندية اسمها دوبروسلافا ميودوفيتش وولف. وأول ما بدأوا ينزلوا بصعوبة من المنحدرات الجليدية الحادة، تأثير إنهم كانوا محبوسين في منطقة الموت لمدة أسبوع بان عليهم فوراً. تحت معسكر 4 بشوية، وعلى بعد مئات الأقدام من الخيام اللي لسه سايبينها، ألفريد وهانس وقعوا ببساطة. أجسامهم اللي كان العمى الثلجي الشديد والإرهاق الجسدي التام منهكينها، في الآخر استسلمت. ماتوا هناك في الثلج. دوبروسواوا كملت ونزلت آلاف الأقدام وهي بتحارب، لكن هي كمان كانت خلاص فاضية من الطاقة. وفي الآخر وقعت وماتت، وهي مربوطة في الحبال الثابتة بين المعسكر الثاني والمعسكر الثالث، وهناك لقوها السنة اللي بعدها. في الحقيقة من بين ال7 متسلقين اللي اتحاصروا في المعسكر الرابع، بس كورت ديمبرغر وويلي باور هما اللي قدروا ينزلوا من الجبل وهم عايشين. ألان نفسه يعتقد إنه مات يوم 10 أغسطس 1986 لوحده في الخيمة على ارتفاع 26,760 قدم. ساب وراه حبيبته ديبورا سويني.
بعد وفاته ب3 أسابيع هي خلفت بنتهم هوذي. بالنسبة لعالم التسلق، ألان روس هو رائد أسطوري عاش على الحافة القصوى ودفع أغلى ثمن. هولي كبرت من غير ما تعيش فعلا. مين كان أبوها؟ كانت بس تعرف كأسطورة عبقرية وطموحة فتحت الطريق على الجبل الوحشي. الجثث ال5 لسه في نفس المكان اللي ماتوا فيه، في منطقة الموت. موسم التسلق سنة 1986 كان من أسوأ المواسم في تاريخ كيتو. وعلى عكس الجبال التانية اللي خلى ده مرعب، هو القسوة والبساطة الوحشية في كل حاجة. لأنه الجبال التانية بتكسب سمعتها من أحداث زي العواصف الكارثية أو انهيار الكتل الجليدية اللي بتاخد أرواح دزينة من الناس في صباح واحد. موسم واحد رهيب بيغير الأرقام لعقود طويلة. كيتو مش كده؟ بص على الأرقام. من أول المحاولات لتسلق قمة كيتو في أوائل القرن العشرين، أكثر من 800 متسلق وقفوا على قمتها. وفي نفس الفترة دي حوالي 100 واحد ماتوا وهم بيحاولوا. ده معناه أن على الأقل 1 من كل 8 وصلوا للقمة مات وهو بيحاول يوصل لها. قارن ده بإيفرست. إيفرست تسلقوه أكثر من 11,000 مرة، حوالي 340 شخص ماتوا عليه، يعني نسبة الوفيات أقل من 1%. كي2 إحصائياً أخطر ب10 مرات من أعلى جبل على الأرض. وعشان تفهم ليه كي2 أخطر بكتير، لازم تبص على الفرق في الطريقة اللي الجبلين دول بيقتلوا بيها. على إيفرست أكثر سبب شائع للموت هو أسباب فسيولوجية. المتسلقين بيموتوا من داء المرتفعات أو الإرهاق أو التعرض للبرد. بيضغطوا على نفسهم جامد، يقعدوا على التلج ومش بيقدروا يقوموا تاني. لو أنت قوي جداً ومجهز نفسك كويس وبتحافظ على وتيرتك، فرصتك بتكون أحسن في التعامل مع المخاطر دي. بيكون عندك شوية وهم إنك متحكم. كي2 بياخد منك كل الإحساس ده بالتحكم. عواصف مش متوقعة، انهيارات جليدية مش متوقعة، وانخفاض في درجة الحرارة. فريق من المتسلقين الروس مروا بالتجربة دي بنفسهم سنة 2006. البعثة بتاعتهم كانت اسمها فريق كوزباس. كانوا 9 أفراد، والفريق كان متسمياً على اسم منطقة التعدين الصربية اللي كانت بترعاهم. قائد الفريق كان يوري أودياشيف، عنده 51 سنة ومخضرم، وكان بالفعل وصل لقمة دول غيري ماكالو، لوتسي وإيفرست. بس كي2 مش فارق مع سيرتك الذاتية. صيف 2006 كان قاسي من أول أسبوع. الفريق شاف الجبل بوضوح مرة واحدة بس في أول 7 أيام. باقي الوقت كان الجبل مستخبي وراء العواصف. سقوط الصخور دمر خيامهم في المعسكر الأول، وبعض الصخور كان وزنها أكثر من 40 رطل. الرياح وصلت ل90 ميلاً في الساعة على ارتفاع 21,000 قدم. معظم البعثات التانية اللي كانت على الجبل السنة دي جمعت حاجتها ورجعت على بيتها. فريق كوزباس فضلوا موجودين لأن مجتمع المتسلقين الروس معروف بصلابتهم وقدرتهم على تحمل مستويات رهيبة من المعاناة في ظروف بتخلي البعثات التانية ترجع. المجموعة الأساسية كانت بتضم أوركادي كوفاكين مدرب الفريق، ألكسندر فيوت وبيوتر كوزنتسوف. ما بين يوري وأليكس وبيوتر بس، ال3 دول لوحدهم عندهم 12 صعود ناجح لجبال ارتفاعها 26,000 قدم. دول واضح إنهم مش هو داخلين في حاجة أكبر منهم. دول كانوا أحسن ناس عند روسيا. لو في حد يستحق يوصل للقمة دي كان هم. يعني 2 من المتسلقين قرروا يفضلوا ورا وانضموا للروس. ياتسيك تيلر من بولندا، تيرنس بانون من أيرلندا الشمالية، وحملة كوزباس كانوا آخر ناس واقفين على كي2. ولو كانوا ناويين يحاولوا يوصلوا للقمة، المجموعة دي هي اللي كانوا هيعملوها معهم. فكان يوري والباقيين بيبدلوا مجموعات صغيرة تطلع وتنزل في الطريق ويعيدوا بناء اللي الجبل هده، وهم مستنيين فرصة للصعود للقمة اللي ما جاتش خالص. رغم شجاعتهم ما كانوش متهورين. حددوا لنفسهم موعد نهائي، إنه لو الظروف ما تحسنتش قبل 13 أغسطس هيرجعوا البيت. لكن في صباح يوم 13 أغسطس نفسه، السماء كانت صافية بشكل غريب لأول مرة من أيام. دي كانت فرصتهم.
أخيراً بيدرو يحاولوا يوصلوا لقمة الجبل الوحشي ده. في محاولة الوصول للقمة الفريق اتقسم ل3 مجموعات علشان يدفعوا للقمة. 2 روس، فيكتور كولباتشينكو وألكسندر جابونوف كانوا في المقدمة. وراهم جه يوري، ألكسندر فيوت، بيوتر وأركادي، ومجموعة ثالثة فيها المتسلق البولندي ياتسك تايلور وتيرينس بانون من أيرلندا الشمالية، كانوا بيتبعوهم من بعيد. الساعة بقت 1 الظهر. كل ال3 مجموعات كانوا وصلوا للجزء العلوي من كي 2 في منطقة اسمها الزنقة على ارتفاع 27400 قدم، ودي آخر وأخطر مرحلة قبل القمة. المنطقة دي عبارة عن ممر ضيق شبه عمودي من صخور وتلج، بس الزاوية مش هي أكتر حاجة مرعبة فيه. الرعب بيجي من اللي معلق فوقها على طول، لأن فوق الزنقة في كتلة تلج ضخمة ومتدلية غير مستقرة زي صاروخ سوفيتي يوم الإطلاق. بسبب شكل الجبل ده المتسلقين مش يقدروا يلفوا حوالين الجرف التلجي ده، لازم يمشوا من تحته على طول. ده معناه إن لعدة ساعات مؤلمة المتسلقين بيبقوا مكشوفين لكتلة جليدية غير مستقرة وبتتشقق باستمرار، وممكن توقع قطع تلج بحجم مباني من غير أي إنذار، وكل ده من غير أي حماية. المرور من خلال عنق الزجاجة ده زي لعبة الروليت الروسية مع الجبل. الفريق كان عارف المخاطر، ومع ذلك كملوا. كانوا بيتحركوا بثبات في الممر، مربوطين بالحبال ومركزين. كانوا أقوياء، كانوا بيعملوا كل حاجة صح. وقمة الجبل كانت باينة قدامهم بالفعل. وبعدين حصل اللي حصل. كتلة ضخمة من الثلج والجليد عرضها 400 قدم وطولها 260 قدم انفصلت من المنحدر اللي فوقهم وضربت المكان الضيق بكل سرعتها. ما كانش فيه أي تحذير من أي نوع، لا صوت تكسير ولا هزة ولا أي حاجة. فوقهم بكتير قوة الكتلة دي خلت جزء ضخم من الجليد ينفصل ويتكسر. انهيار جليدي صامت نزل بسرعة في الممر الضيق. ضرب الفريق الروسي على ارتفاع 27400 قدم، وخلع 4 رجال من على الوجه شبه العمودي للجبل. في ثوان معدودة ألكسندر ويوري وبيوتر وأوركادي هووا آلاف الأقدام أسفل الجبل. شدة العنف في السقوط وآلاف الأطنان من الجليد والثلج اللي نزلت وراهم دفنتهم تماما. باقي الفريق بيدرو يتتبع حطام الانهيار الجليدي لحد ما وصلوا لارتفاع 25600 قدم. فضلوا يدوروا أكثر من ساعة، مفيش أي حاجة، مفيش أي أثر لأي واحد من ال4 في أي مكان على الجبل، ولا حتى جثثهم اتلاقت. محدش كان عارف هم فين أصلاً. لحد بعد 18 سنة في صيف 2024 بعثة إيطالية وصلت جبل كيتو علشان يحتفلوا بالذكرى 70 لأول صعود للجبل. وأثناء تمشية على الجليد مصور البعثة ريكاردو سالفاتيكو صادف حاجة كان فاكرها في الأول معدات قديمة مدفونة نصها في التلج. ما كانتش معدات، لكن كانت جثة محفوظة تماما، ولبسوها عليه شعار باسك، وهي ماركة روسية لتسلق الجبال. ريكاردو أتواصل مع ياتسك تايلور المتسلق البولندي اللي نجا من انهيار جليدي سنة 2006، وشافه وهو بياخد 4 من زمايله، وأكد من غير تردد إن كل من بيوتر وأركادي كان معاهم حاجات عليها شعار باسك. الجثة اتنقلت لنصب جيلكي التذكاري اللي هو النصب الحجري عند سفح جبل كيتو، واللي فيه بيتم تذكر موت الجبل ودفنهم دفنة محترمة. بس قبل الدفن اتخذت عينة DNA في المكان، وكل الأدلة كانت بتشير إنه الجثة دي هي جثة أوركادي كوفاكين. ال3 التانيين لسه موجودين جوه التلج مستنيين حد يلاقيهم. البعثات الروسية اختفت على جبل كيتو من غير أي جدال. الجبل ابتلعهم كده وخلاص. لكن اللي حصل في 2008 كان العكس تماماً. 11 شخص ماتوا. الجبل ما احتفظش بأي حد تقريباً منهم، والناس اللي رجعوا عايشين قضوا سنين يلوموا بعض وبيتخانقوا على اللي شافوه واللي عملوه واللي اختاروا ما يعملهوش. الحدث ده أشعل واحدة من أكثر المناقشات سخونة في تاريخ تسلق الجبال، وكل ده بسبب الطريقة اللي الفخ اتنصب بيها. بحلول صيف 2008 الجو في معسكر قاعدة كيتو كان متوتر بشكل خطير.
لمدة أكثر من شهرين العواصف العنيفة كانت بتضرب الجبل ومنعت أي حد من محاولة الوصول للقمة. المتسلقين كانوا محبوسين في خيامهم، بيبصوا على القمة وبيشوفوا مواردهم ومعنوياتهم بتتسرب واحدة واحدة. بس مش بس الطقس هو اللي خلى سنة 2008 متوترة، كان كمان بسبب عدد الناس الكبير اللي كان على الجبل. كان في بعثات دولية كتير من بلاد مختلفة حوالين العالم. كيتو مش معمول للزحمة. لما فرق كتير بتتكلم لغات مختلفة تحاول تنسق مع بعض علشان تطلع للقمة مرة واحدة، التواصل بيبقى صعب وبيحصل مشاكل. علشان يمنعوا الفوضى، قادة البعثات المهمين زي ويلكو فان دروين والقائد الأمريكي مايك فيرس والقائد الكوري الجنوبي كيم جاي سو عملوا اجتماع تنسيق مهم في معسكر القاعدة، واتفقوا فيه إنهم يجمعوا مواردهم مع بعض. أقوى الشربة والحمالين من الفريق الكوري والفرق الدولية حيتقدموا قدام المجموعة الرئيسية ويثبتوا حبال الأمان في الممر الضيق. كانت الخطة قوية، لكن أول ما خرجوا من المعسكر الرابع في ظلام أول أغسطس الخطة انهارت تماماً. الفريق المتقدم من الحمالين والشربة كان عنده أوامر صارمة، إنه يشيل بكرات الحبال الثقيلة فوق الجبل ويؤمن الممر الضيق. الممر الجليدي المرعب اللي بزاوية 80 درجة اللي تكلمنا عنه قبل كده، واللي أي زلة فيه معناها الموت الفوري. ده المكان الوحيد اللي الحبال فيه ضرورية وما فيش نقاش عليها. بدل كده، وفي وسط ارتباك الظلمة فريق المقدمة عمل غلطة كارثية وبدأ يثبت الحبال على طول فوق المعسكر الرابع على منحدرات المتسلقين المحترفين، كانوا يقدروا يعدوا منها بسهولة من غير حبل أمان. ولما فريق المقدمة وصل فعلا للممر الضيق اللي هو المكان الوحيد اللي كانوا محتاجين فيه الحبل، كانوا خلصوا كل الحبال اللي معهم. ولما الشمس طلعت أول أغسطس 2008 باقي المتسلقين وصلوا لقاعدة الممر الضيق. بدل ما يلاقوا طريق واضح ومربوط بالحبال للقمة، لاقوا فريق المقدمة بيحاولوا بجنون يسحبوا الحبال من الأجزاء السفلية للجبل علشان يطلعوها فوق. عشرات المتسلقين اضطروا يقفوا هناك في منطقة الموت على ارتفاع 27,000 قدم تحت الكتلة الجليدية الضخمة اللي فوقهم على طول. استنوا بالساعات في الهواء البارد والرفيع، أجسامهم كانت بتتدهور بسرعة. نقص الأكسجين كان بيبدأ يظهر، كل دقيقة كانوا بيستنوها كانت دقيقة مش هيكون عندهم فيها وقت للنزول. لما الحبال أخيراً اتثبتت والمتسلقين بدأوا يسحبوا نفسهم فوق الزحمة، كان بقى العصر. القانون غير المكتوب في كي 2 هو إنك لازم ترجع قبل الساعة 2:00 ظهراً مهما كنت قريب، عشان تضمن إنك تنزل قبل ما الدنيا تظلم. بس حمى القمة مرض بيعمل واحد. بعد شهرين من الانتظار، ومع إنه القمة كانت حرفياً قدام عينيهم، تقريباً ما حدش رجع. جير ماكدونالد، ويلكو فان درونن، ماركو كونفورتولا، الكوريين الجنوبيين، وكمان الزوجين النرويجيين، كلهم عدوا من الزحمة ووصلوا للقمة. كلهم وصلوا للقمة ما بين الساعة 5:37 دقيقة مساء. جير رفع علم أيرلندا بفخر، كان شخصية محبوبة جدا ومشهورة في معسكر القاعدة، ومعروف إنه كان بيلعب على طبلة باورن في الخيام وبيعلي الروح المعنوية لما الجو كان سيء. كان بيتسلق لمجرد المتعة، وكان بيأمل يكون أول أيرلندي يغزو قمة كي 2، وهو فعلا عملها. سيسيلي سكوج ورولف باي أتبادلوا قبلة على القمة. سيسيلي نفسها كانت رياضية تحمل من النخبة، لدرجة إنها بعد كده بقت أول ست في التاريخ تعبر القارة القطبية الجنوبية من غير مساعدة. الكوريين احتفلوا بانتصارهم الوطني. على عكس المتسلقين المستقلين تماماً، كانت البعثة الكورية الجنوبية كانوا بيشتغلوا زي وحدة عسكرية. كان عندهم رعاة كتير وجايبين معاهم معدات ضخمة، وكان عليهم ضغط وطني كبير عشان ينجحوا. ومتسلق جبال فرنسي عنده 61 سنة اسمه أوغو دي بارادي، كان هو أكبر متسلق سناً على جبل كي 2 في الموسم ده. هو كان بالفعل وقف على قمة إيفرست سنة 2004، لكن جبل كي 2 كان هوسه، ومحاولته الثالثة على الجبل الوحشي ده كانت فعلاً محظوظة. هم صنعوا التاريخ،
لكنهم دلوقتي كانوا متأخرين بالساعات عن الجدول، مرهقين وعلى وشك ينزلوا أخطر منطقة جليد في العالم في الضلمة. ومع إنهم ما كانوش يعرفوا لسه، الجبل كان بالفعل نصب الفخ. عشان يرجعوا بأمان للمعسكر الرابع، كل متسلق كان لازم ينزل تاني من خلال الممر الضيق. تخيل إنك بتحاول تعدي من الممر الجليدي العمودي ده وإنت بتختنق من نقص الأكسجين بعد تسلق حوالي 20 ساعة في ظلام دامس. حبل النايلون الرفيع اللي ثبتته الفرقة المتقدمة الصبح هو وسيلة نجاتك الوحيدة. لو مسكت في الحبل ده هتعيش، لو ما مسكتش فيه هتموت. أول متسلقين وصلوا للعنق الزجاجة في النزول كانوا النرويجيين رولف وسيسيلي. كانت الساعة 8 بالليل بشوية. كانوا بيتحركوا على الحبال المثبتة في الظلمة ببطء وبحذر. سيسيلي كانت متقدمة شوية على الحبل، وجوزها رولف كان وراها على طول. وفجأة من غير أي تحذير، صوت زي طلقة مدفع دوّ في الجبل. الكتلة الجليدية أخيراً اتكسرت. كتلة ضخمة من الجرف الجليدي المعلق اتكسرت ووقعت. آلاف الأطنان من الجليد نزلت بسرعة رهيبة في الأخدود الجليدية في الضلمة. الجليد خبط رولف باي مباشرة وشاله من على الجبل ورماه في الهاوية في جزء من الثانية قدام امرأته. لكن الانهيار الجليدي ما أخدش رولف بس. الجليد اللي كان بيقع كان زي مقصلة ضخمة، قطع الحبال الثابتة بتاعت الأمان اللي الفريق المتقدم قضى الصبح كله وهو بيركبها. فوق عنق الزجاجة حوالي 20 متسلق مرهقين ومتجمدين بقوا محبوسين تماماً فوق 27,000 قدم في الظلمة، من غير حبال ولا طريق آمن للنزول، ومنطقة الموت بتسحب منهم آخر ذرة قوة، ووسيلتهم الوحيدة للنجاة راحت خلاص. خلينا ناخد لفة سريعة. كل شهر في قصة عمرها ما بتوصل ليوتيوب. القصة موجودة على باتريون لو حابب تشوفها، الرابط تحت. دلوقتي كنا فين؟ حصلت حالة ذعر تامة. في الظلمة بعض المتسلقين بدأوا يهلعوا. بدأوا بسرعة يحاولوا ينزلوا من أخطر جزء جليدي في العالم من غير حبال، وهم مش شايفين وخايفين إن البرد الشديد وقلة الأكسجين ممكن يقتلوهم قبل ما الشمس تطلع. واحدة من المجموعات دي كانت مجموعة متسلقين من كوريا الجنوبية، ومعاهم الشربة بتاعهم يوموك بالتاي. حاولوا يائساً يتعاملوا مع النزول في الظلمة، وكانت غلطة قاتلة. في وسط الارتباك والظلمة اتزحلقوا، اتدحرجوا على الوش الحاد للجبل، لكن بدل ما يقعوا من الجبل خالص اتشبكوا بعنف في شبكة من الحبال المقطوعة اللي كانت لسه موجودة. فضلوا متعلقين رأسهم لتحت وعلى جنب على الجليد الشديد الانحدار، متبهدلين وبينزفوا ومحبوسين من غير أي أمل. فوق على المنحدر ويلكو فان درونن، ماركو كونفورتولا وجير ماكدونالد فهموا إن محاولة النزول في الظلمة كانت مستحيلة. اختاروا بدل كده يناموا في العراء على ارتفاع 27,000 قدم. اتجمعوا مع بعض في التلج من غير خيام ولا أكياس نوم ولا مية، وكانوا بيرتعشوا جامد والموت بيقرب منهم واحدة واحدة. في منطقة الموت بمعجزة قدروا ينجوا الليلة، لكن لما الشمس طلعت أخيراً في صباح يوم 2 أغسطس 2008 الرعب الحقيقي لوضعهم بان. وأثناء ما ويلكو، ماركو وجير بدأوا نزول يائس من غير حبال في ضوء الصبح، لقوا نفسهم قدام كومة الحبال المتشابكة في عنق الزجاجة. وكانوا المتسلقين الكوريين الجنوبيين المعلقين هناك لسه عايشين بس بيموتوا بسرعة. وكان هنا في ظل الكتلة الجليدية القاتلة تجمعوا الرجالة، وكان هنا برضو اللي 11 شخص في الآخر فقدوا حياتهم في كام ساعة. وهنا بالضبط الخط الزمني اتكسر، وولد ده أحلى كلغز وأكثره إثارة للجدل في تاريخ كيتو، لأن اللي الثلاث رجال عملوه بعد كده أو حتى اللي ما عملهوش بيعتمد كله على مين اللي بتسأله. ويلكو فان روين قال إنه وصل للمتسلقين الكوريين الأول. هو نفسه كان في ورطة كبيرة وقتها نظره كان بيضعف بشكل كبير، والمراحل الأولى من العام الثلجي كانت بتسرق بصره دقيقة ورا الثانية. وقف وبص على الحبال المتشابكة
والمتسلقين اللي عليهم دم متعلقين فيها، وفكر في الموضوع لكنه كمل طريقه. قال بعدين إنه حتى لو حاول ما كانش حيقدر يساعدهم. رجع لوحده للمعسكر الرابع. ماركو كمان وصل للمتسلقين الكوريين، وقف وحسب كلامه حاول يساعد. بعدين كمل نزوله ونزل فعلا. جير ماكدونالد فضل موجود، اشتغل علشان يفك المتسلقين الكوريين من الحبال. محدش يعرف هو اشتغل قد ايه بالظبط أو عمل ايه بالظبط أو كان حالته النفسية عاملة ازاي وقتها. دي الأسئلة اللي فرقت مجتمع المتسلقين، علشان آخر انهيار جليدي حصل وهو لسه هناك. الانهيار ده شاله هو والمتسلقين الكوريين والشربة بتاعهم جومك بوتي من على الجبل في لحظة واحدة على الأقل. ده اللي واحد قاله. في رواية ماركو، جير ماكدونالد ما كانش بطل لكن كان عبء. حسب الإيطالي المأساة حصلت كده. هو قال إنه هو وجير قضوا ساعات في الزحمة بيتعبوا نفسهم وهم بيحاولوا ينقذوا المتسلقين الكوريين اللي كانوا محبوسين. بس على ارتفاع 27,000 قدم أنت بتتعامل مع وقت بيجري بسرعة. ماركو قال إن الارتفاع الشديد والإرهاق في الآخر أثروا على عقل جير. ماركو صور نفسه على إنه الناجي العاقل اللي عرف إمتى ينسحب، وفي نفس الوقت قال إن جير بقى عبء بسبب الهذيان وفقد الاتصال بالواقع وفضل يتهوه على الجبل لحد ما مات. كان رجع أوروبا وبيعمل مقابلات صحفية قبل ما الباقيين يقدروا ينزلوا من الجبل أصلاً. وبعدين ناجي تاني ويلكو فان روين ظهر قدام الكاميرات وخلى الأمور أسوأ. راح للصحافة العالمية واتهم البعثات التانية علناً بالجبن. وصف الثقافة هناك إنها كل واحد بينجو بنفسه. قال إن التحضير السيء تسبب في فقدان أرواح، وإن الحبال اتثبتت في أماكن غلط، وإن لو كان فيه استجابة منسقة كان ممكن ينقذ الناس. هو وجه الاتهامات في كل اتجاه. الصحافة العالمية كانت مبسوطة بده. القصة اللي كانت عن 11 متسلق ماتوا بقت قصة عن مين ساب مين، والاتهامات فضلت تتبادل بين الناجين لأسابيع. لكن كان فيه واحد كان على الجبل ده وعمل شغل إنقاذ أكتر من أي حد تاني في اليوم ده. واحد معاه صور، واحد معاه أدلة. اسمه شيربا بيمبا جياليتسي. كان هو الشربة الرئيسي في بعثة نورث، نفس الفريق اللي فيه جير ماكدونالد. هو وصل قمة كي 2 مع جير في الأول من أغسطس. هو رجع لمعسكر 4 في نفس الليلة. وفي صباح يوم 2 أغسطس بينما ماركو كان لسه في مكان ما على الجبل وحالته حرجة، بيمبا طلع تاني لفوق. هو لقى ماركو بالكاد واعي في عنق الزجاجة. هو أنقذه بالأكسجين وكان بيرشده للرجوع لمعسكر 4 لما انهيار جليدي تاني نزل من فوق وضربهم هما الاثنين. ماركو بدأ ينزلق. بيمبا مسكه من رقبته من وراء وتمسك به. ماركو نفسه اعترف بده بصراحة بعدين. بيمبا أنقذ حياتي. الرجل اللي أنقذ حياة ماركو كان لسه ماشي على رجليه خارج من كاراكورام في الوقت اللي ماركو كان بيعمل مقابلات في أوروبا. ولما بيمبا شيربا أخيراً اتكلم كان عنده حاجة ماركو ما كانش عنده. كان معاه صور. أثناء عملية الإنقاذ بيمبا كان واخد صور عالية الجودة لعنق الزجاجة. ظاهرياً الطوابع الزمنية الرقمية على الملفات كسرت فوراً الجدول الزمني للأحداث اللي ماركو قاله. لكن السر الحقيقي كان مخفي في الخلفية، لأنه لما المحققين كبروا البكسلات في صور بيمبا الواسعة بعدين قدروا يشوفوا الموقع الدقيق للمتسلقين. البكسلات دي أثبتت إن جير ماكدونالد ما فقدش عقله. هو ما كانش بيتمشى من غير هدف على المنحدر. الأدلة وضحت إنه كان بيشتغل عن قصد وبطريقة منظمة عشان يحرر المتسلقين الكوريين، وإنه فعلاً نجح. النسخة اللي ماركو نشرها في الصحافة العالمية ما كانتش هي اللي حصلت فعلاً. بومبا أتشال من القصة تماماً قبل حتى ما يرجع بيته، وبداله كذبة بدأت تنتشر. عائلة جير رفضت تسيب الموضوع يعدي كده. سافروا باكستان وقابلوا الناجين بنفسهم. قضوا سنين يجمعوا شهادات ويقارنوا الأدلة ويضغطوا علشان يحصل إعادة بناء كاملة للي حصل على الجبل ده. اشتغلوا مع صانع الأفلام الوثائقية نيك رايان اللي فيلمه سنة 2013 القمة
عرض الجدول الزمني بالكامل وبشكل علني لأي حد كان عايز يشوفه. اللي الفيلم أثبته واللي أدلة بيمبا وغيرهم أكدته كان بسيط. جيرارد ماكدونالد حرر المتسلقين الكوريين اللي كانوا محاصرين قبل ما يموت. هو اختار وهو واعي وعارف كويس إيه اللي هيكلفه البقاء على ارتفاع 27,000 قدم، وكمل للنهاية. جسم جير ماكدونالد عمره ما تلاقى على جبل. كيتو هو متخلد في ذكرى جيلكي عند سفح الجبل. جبل كتنين أخذ 11 روح في يومين تقريباً، ما سابش حد وراه. عشان تفهم بالضبط إيه اللي حصل على الجبل اليوم ده، اتفرج على الفيديو ده.